تخيلوا كده ام كلثوم بتغني اوبرا، استحاله طبعا. انا يا ريفايس كوتش دكتور نجوى ابراهيم. يا جماعه الغنى بحر واسع، وكل حد فينا ليه ذوقه الخاص. في اللي بيحب الشعبي، وفي اللي بيحب الكلاسيك، وفي اللي بيحب الغربي، وحتى الغربي ليه انواع. في اللي بيحب البلوز، في اللي بيحب الجاز، في اللي بيحب الروك، في اللي بيحب الكلاسيك الغربي، في اللي بيحب الاوبرا. كل واحد فينا ليه ذوقه الخاص. طيب المهم ان كل واحد يغني اللي بيحبه وبيحس بيه وكمان لايق عليه. على فكرة مش لازم أبدا نتفق على نفس نوع الغنى، كل غنى ليه روحه الخاصة وكمان ليه جمهوره. الأذواق مختلفة وده الطبيعي. المهم إنك تكون مرتاح مع نوع الغنى اللي بتحبه، وإنك تعبر عن نفسك من خلاله. يعني تخيلوا مثلا إن محمد رشدي بيغني أهواك، أو عبد الحليم حافظ بيغني كعب الغزال. ده مش هيبقى حلو خالص، ولا كمان هتقدر انك تستقبله، لان محمد رشدي صوته شعبي ودي طبيعه صوته، وعبد الحليم حافظ صوته عاطفي ودي برضه طبيعه صوته. يعني الالوان مختلفه والاتنين ناجحين جدا. وبرضه زي الغربي، يعني مش ممكن مايكل جاكسون يغني اوبرا، ومش ممكن اندري بوتشيلي او بافاروتي يغنوا روك او بوب. فمفيش داعي ابدا ان احنا نحكم على حد بسبب نوع الغنى اللي بيحبه. كل واحد فينا عنده الحق ان هو يعبر عن نفسه بالطريقة اللي هو حاسس إنها بتعبر عنه. لازم نحترم اختلاف الأذواق، وعلى فكرة ده بيبرز جمال التنوع في الغنى وفي الفن عموما. باي.